كان في رصاصة وحدة، رصاصة قلبت كل الموازين وفتحت فصل جديد بتاريخ الجبل. بزمن كان الاستعمار الفرنسي مفكر انه الجبل ساكت، طلع من قلب السويدة رجال وقف وقفة ما بينساها التاريخ، رفع مسدسه وقوس أول رصاصة بالثورة السورية الكبرى. وهالاسم لازم يظل منقوش بذاكرتنا، حسين مرشد رضوان. خلق حسين مرشد سنة 1887 بجبل الدروز، الجبل يلي بربي رجال مو عاديين أبطال. كبر يتيم، بيو استشهد على ايد العثمانيين، بس الولد يلي بينولد بهيك أرض بينولد حر. كبر وهو شايف الظلم بعيونه، شايف الاحتلال الفرنسي عم يتصرف كأنه نحن عبيد. بس حسين كان من النوع اللي ما بيركع، من شبابه وهو حامل سلاح وداخل بجمعيات سرية يخطط ويقاوم من قلب الجبل. بصباح 7 تموز 1925 الضابط الفرنسي مارويل كان ماشي بالسوق، فكر انه ما حدا بيقدر يمد ايده عليه، بس نسي شغلة وحدة، نسي انه في رجال اسمه حسين مرشد. وقف ورفع مسدسه وبوم، رصاصة دوت بالجبل كله. هي الرصاصة ما كانت بس على موريل، كانت على الاحتلال، على الذل، على القهر. ومن هاللحظة اشتعلت الثورة السورية الكبرى. وقف معه سلطان باشا الأطرش وكل رجال الجبل، من القرية ومن السويدة، من كل حبة تراب صار صوتنا واحد: الحرية. شارك حسين مرشد بمعارك كتير ضد الفرنسيين، وكان دائما بالأولية، انحبس وتعذب وتهدد، بس بحياته ما ركع. كان دائما يقول الحرية ما بتنطلب، الحرية بتتاخذ. صار قدوة للكل وصوت للكرامة وللعزة. راح حسين مرشد سنة 1968، بس روحه بعدها عايشة بيننا، رصاصته الأولى بعدها عم تدوي بذاكرتنا، مثل ما دونت الثورة اسم الجبل بالتاريخ. مسدس وبارودته لليوم موجودين بصرح الشهداء بالقرية، شاهدين على الشرارة الأولى. من جبل الدروز طلع رجال، ومن رصاصة وحدة قامت ثورة. تحية من القلب لروح المجاهد حسين مرشد رضوان. إذا عجبتك هالقصة اكتب لي بالتعليقات ومين بتحب احكي عنه بالفيديو الجاي. ولا تنسوا انه التاريخ ما بينطوى، التاريخ بينروى. سلام.